بص، لما باجي اتكلم مع ناس كتير بتشجع نادي الزمالك، طبعا شيكابالا شعبيته يمكن هو اكتر لعيب كان ليه شعبيه في تاريخ نادي الزمالك. بس بلاقي برضو ان في ناس عندها بعض المشاكل مع شيكابالا وبيبقوا زملكاويه مش اهلاويه. تمام. ايه المشكله بقى اللي عندهم؟ ان شيكابالا ده يا جماعه ربنا اداله موهبه تخليه هو يعني ممكن يبقى اهم موهبه جت في تاريخ مصر. دي حقيقه. ولكن ايه هي النتائج اللي وصلت لها الموهبه؟ للاسف كابتن شيكابالا كان ليه قرارات كتير بياخدها بره الملعب، خلت ان احنا بنشوف موهبه زي دي وهو عنده امبارح 38 سنه بيعمل اسيست من بعد نص الملعب. ايا كان الفريق اللي الزمالك بيلعبه، بس ما في لعيبه قليله قوي في العالم كله هي اللي هيجي في دماغها تعمل اسيست زي ده، وهيبقى عندها سرعه اتخاذ القرار انها تعمل اسيست زي ده من بعد نص الملعب. طبعا هو في العشرينات جاب جون من نفس المكان في اتحاد الشرطه. ولكن يا كابتن شيكابالا لما بيبقى في اي هجوم عليك من جمهور الزمالك، الجمهور عشان الجمهور بيتعامل معاك انت بالذات كانك ابنهم، حتى اللي اصغر منك بيتعامل معاك كانك ابنهم. لان هو ربنا اداك الكاريزما واداك الحضور اللي خلت كل الجمهور الزمالك يحبوك. خلوك تشيل الشاره من الكابتن حازم امام وانت لسه عندك 18 او 19 سنه او في بدايه العشرينات. فانت اتولدت كبير في مجال كره القدم. طبعا اللي راح خلاص، كابتن شيكابالا دلوقتي بقى هو قائد حقيقي لنادي الزمالك، تقريبا اكتر قائد مع الكابتن خالد الغندور محققين بطولات في تاريخ نادي الزمالك.